السلام عليكم. كل عام وانتم بخير. جاية لكم النهاردة بوصفة هتعجبكم جدا. لكل عشاق البراونيز والكوكيز جبت لكم النهاردة وصفة تجمع بين الاتنين. هتنبسطوا بيها جدا، هيحبوها الكبار قبل الصغيرين. والوصفة سهلة جدا لدرجة ان ممكن اي طفل عندكم هو اللي ممكن يعملها. تعالوا هوريكم المقادير. المقادير بسيطة جدا. بربع كوباية زيت واحدة هتقدري تعملي 15 قطعة كوكيز. يلا نبدأ مع بعض. الموضوع أبسط مما تتخيل. نص كوباية سكر، عليها نص كوباية كاكاو خام، عليهم ربع كوباية زيت. هنقلبهم كلهم مع بعض لغاية لما المكونات كلها تندمج مع بعضيها، ونتأكد إن هم اندمجوا مع بعض كويس. هيبقى معانا هنا الخطوة التانية عدد 2 بيضة. هننزل ببيضة واحدة وبعدين نخلطها الأول ونتأكد إن هي اختفت من باقي المكونات. هنا هننزل بالبيضة التانية معاها باكو فانيليا، وهنقلبهم كويس برضو. أنا طبعا مش عايزاكم تبقوا زيي، أنا عايزاكم تبقوا شطار. أنا بهدلت الدنيا حواليا بالدقيق والكاكاو. نقلبهم كويس جدا مع بعض لغاية لما نتأكد إن كل المكونات اختلطت ببعض والسكر نسبيا داب. بس خطوة المضرب هنا انتهت. على فكرة تقدروا تعملوا الخطوة ديت بالمضرب السلك عادي جدا، بس أنا يعني إيه سهلت على نفسي بما إنه موجود. هنقلب كويس جدا ونلم طبعا الجوانب عشان نتأكد إن اللي على الجوانب هو كمان اختلط بباقي المكونات. بس هنا هيكون معانا كوباية دقيق واحدة هننزل بيها دلوقتي، طبعا منخولة كويس جدا. وهننزل عليها بمعلقة صغيرة بيكنج باودر وذرة ملح. وهبدأ أقلب المكونات دي كلها مع بعض لحد ما الدقيق يختفي تماما. هنا اتكونت معايا عجينة طبعا يعني طرية جدا، مش هينفع ان هي تتشكل دلوقتي، فلازم هنعينها في التلاجة على الأقل ساعتين. هنا هنبدأ نشكل بسرعة العجينة كرات صغيرة جدا ونحطها في سكر بودر، وبعدين نرجع نحطها في سكر بودر تاني، وبعدين ندخلها على درجة حرارة 180. بتاخد بالظبط من 12 ل 15 دقيقة. وألف هنا وعافية عليكم، الطعم خرافي. أتمنى ان انتوا تجربوا.